يمر حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني الدولي البلجيكي تيبو كورتوا بموسم معقد وصعب للغاية، خاصة في ظل مستواه المتذبذب، فضلا عن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لمقاعد بدلاء النادي الملكي مرة أخرى. حيث قالت صحيفة ذا صن البريطانية في تقرير لها عبر صفحتها الإلكترونية على الإنترنت بأن نادي ريال مدريد اقترح على كورتوا الانتقال إلى مانشستر يونايتد، في المقابل ينتقل دافيد ديخيا إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية. وأضافت الصحيفة في تقريرها على أن كورتوا يريد البقاء في سانتياغو برنابيو بعد الانتقال إلى الفريق في الصيف الماضي قادما من تشيلسي، لكن في حال قرر الريال الاستغناء عنه فإنه يفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان. للإشارة فإن كورتوا كان قد تلقى انتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الخسارة 4-1 ضد أياكس في دوري الأبطال، في حين قام زيدان بالاعتماد على كايلور نافاز ضد سيلتا فيغو في أولى مباريات المدرب في ولايته الثانية. لا يزال نجم خط وسط نادي باريس سان جيرمان أدريان رابيو لا يعرف ما سيكون عليه مستقبله في نهاية الموسم الحالي، حيث أن اللاعب لن يجدد عقده مع النادي الباريسي وسيرحل بالمجان مع نهاية الموسم. صحيفة لوتان سبورت قالت في تقرير لها عبر صفحتها الإلكترونية على الإنترنت بأنه في 1 يوليو القادم لن يكون أدريان رابيو لاعبا في باريس سان جيرمان، لكن اللاعب الشاب لا يزال لا يعرف هوية ناديه في الموسم المقبل. فبعد أن كان برشلونة يتصدر سباق التعاقد مع رابيو، اتجه النادي الكتالوني نحو التوقيع مع فرينكي ديونغ، وبالتالي فإن نادي ريال مدريد يتصدر الآن قائمة أبرز المهتمين برابيو. وأتمت الصحيفة على أن نادي ريال مدريد يستعد لتعويض نجمه لوكا مودريتش الذي سيبلغ من العمر 34 عاما في سبتمبر المقبل، وسيراقب النادي عن كثب وضعية أدريان رابيو، خاصة في ظل رغبة زين الدين زيدان في تعزيز صفوفه.